أفاد شهود عيان بأن معتقلين بسجن سلا قاموا مجددا صباح اليوم باحتجاز 5 مستخدمين بالسجن وهاجموا بعنف الحراس، مما أدى إلى إصابة عدد منهم. تم نقل 5 إلى المستشفى. يذكر أن المعتقلين كانوا قد أقدموا أمس على تعنيف 5 حراس بهذه المؤسسة السجنية ومنعوهم من القيام بعملهم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الأمن تدخلت من أجل إعادة النظام، مضيفة أن 8 أفراد من قوات الأمن وحراس السجن أصيبوا بجروح طفيفة خلال هذا التدخل. والتفاصيل في تقرير يونس آيت ياسين. ليلة أبعد ما تكون عن السكون شهدتها مدينة سلا شمال العاصمة. السجن المحلي لمدينة سلا المعروف بسجن الزاكي شهد أحداث عنف نسبها شهود عيان ووكالة أنباء أجنبية إلى أعضاء ما يسمى بالسلفية الجهادية. الرواية الرسمية لم تخرج عن الآتي: تعنيف تعرض له 5 حراس بهذه المؤسسة السجنية من طرف معتقلين وتم منع الحراس من القيام بعملهم. وتنسب خصاصة مقتضبة لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى شهود عيان أن قوات الأمن تدخلت من أجل إعادة النظام، مضيفة أن عددا من أفراد قوات الأمن وحراسا بالسجن أصيبوا بجروح طفيفة خلال هذا التدخل. رواية مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بسلا أكدت أن عدد من أصيب في الحادث أكثر قليلا. 61 حالة في الجميع، منها 28 حالة من الناس ديال الأمن، 25 حالة من ناس القوات المساعدة، 7 حالات من موظفي إدارة السجون، و2 حالات من أفراد الوقاية المدنية. وقد تمت معالجة جميع الحالات في أغلبها ما عدا حالة واحدة تم إيداعها في المستشفى للعلاج نظرا لإصابتها بكسر في الذراع، وحالة تم نقلها إلى مستشفى الاختصاصات في الرباط نظرا لوجود كسر في الأنف. بالنسبة لجميع الحالات وأغلبها حالات طفيفة الإصابة، تمت معالجتها في عين المكان وغادرت المستشفى إلى منازلها. رواية أخرى تتحدث عن تحطيم عدد من جدران السجن واستعمال أجزائها في رشق الحراس وعناصر الأمن والوقاية المدنية بعد استيلاء السجناء على سطح المنشأة السجنية. أحداث سجن الزاكي مستمرة وسط أنباء عن تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل التحقيق في الحادث ودراسة مطالب السجناء. تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية المغربية